تاني يوم رمضان لسه متحمس بس حاسس ان اليوم بيهرب منك. لكن خليك معايا علشان اليوم ده بالذات لو اتنظم صح رمضان كله هيمشي مظبوط. تصحى تصوم تشتغل تفطر وتنام وفي الاخر تقول هو انا عملت ايه. المشكلة مش في الوقت لكن في ترتيب اليوم. ناس كتير تبدأ يومها من غير ما تعرف امتى طاقتها عالية وامتى بتقع. بس رمضان مش كله عبادة ولا كله شغل، في اوقات دماغك فيها صاحية واوقات جسمك محتاج انه يهدى. لو حطيت الشغل التقيل وانت صايم مجهد هتكره اليوم حرفيا، ولو سبت العبادة لاخر اليوم غالبا هتكسل. وعلشان كده اليوم محتاج انه يتقسم مش يتضغط. التقسيمة الذكية اللي عايزك تعملها: اول حاجة بعد الفجر عبادة زائد هدوء، تاني حاجة قبل العصر شغل خفيف، تلاتة بعد الفطار اهم حاجة في اليوم تعملها، واخر حاجة قبل النوم حاجة بسيطة وثابتة. وعلشان كده السر الحقيقي في تاني يوم رمضان وهو تنظيم اليوم على حسب الطاقة. ولو عايز رمضان بقى يمشي معاك مش ضدك، ابدأ نظم يومك من النهاردة مش تزود مهامك. واكتب لنا تحت بالكومنتس امتى اكتر وقت بتحس فيه بطاقة في رمضان. ولو حابب السلسلة تكمل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان الحلقة التالتة بتاعت بكرة هنتكلم عن كيفية تنظيم الوقت ما بين العبادة والشغل والدراسة. ورمضان كريم.